يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. ها نحن نجتمع بكم بفضل الله تعالى من خلال حلقة جديدة من حلقات برنامج والصلح خير، ونجدد التحية من وسط هذا الديكور الجديد الذي نتمنى أن ينال إعجاب المشاهدين الكرام الأفاضل. مرحبا بكم معنا في رحاب برنامج والصلح خير، هذا البرنامج الذي هو لكم ومن أجل من أجل إصلاح ذات البين مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري، الذي يصلح ذات بيننا بناء على الشريعة الإسلامية وأيضا تحت راية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. دائما نعرض الخلافات والنزاعات التي تقع بين الحين والآخر بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين أطراف أخرى، وفي الأخير نقترح عليكم أفضل وأنجع الحلول ألا وهو الصلح. والصلح خير. إذن مرحبا بكم، مرحبا بكل من يتصل بنا، من يتواصل معنا، من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية، ومن يراسلنا عن طريق البريد العادي والإلكتروني. ونشكركم جزيل الشكر على متابعة البرنامج. كنا قد غبنا عن البث في حلقة الماضية في الثلاثاء الماضي لأن فضيلة الدكتور كان في سفر لحضور إحدى الملتقيات المهمة التي يصلح فيها ذات البين، وسنستقبله بعد قليل. قبل ذلك تابعوا معنا الأرقام الهاتفية التي هي تعتبر همزة وصل بيننا وبينكم لإصلاح ذات البين على المباشر وعلى مدار ساعة و20 دقيقة. تابعوا. والصلح خير. نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية عبر البريد الإلكتروني صلح@suntv.dz، كما يمكنكم الاتصال ببرنامج والصلح خير على المباشر 021 39 43 43 021 39 42 42. مرحبا بكم مجددا في برنامج والصلح خير. دائما نستفتح هذه السهرة بالترحيب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري الذي يتواجد معنا ومعكم من أجل إصلاح ذات البين. مرحبا بك فضيلة الدكتور. الله يسلمك، بارك الله فيك. كيف حالك؟ الحمد لله، نسأل الله دوام النعم. وكيف كان السفر دكتور؟ الحمد لله كان سفرا إن شاء الله فيه خير كثير، الحمد لله. إن شاء الله يكون الخير أيضا في برنامج والصلح خير، وعلى المباشر نلتقي أيضا لنرحب بالضيفة الكريمة وهي السيدة لطيفة. مرحبا بك. الله يسلمك، شكرا. عفوا. إذا مرحبا بك لطيفة في برنامج والصلح خير. قبل أن نتحدث عن الموضوع أو حلقة هذه السهرة نسأل نرحب جزيل الترحيب بالزميلة زينب التي تتواصل معنا عبر لغة الإشارة من خلال هذا البرنامج. وموضوع هذه الحلقة الحديث عن قضايا الشريحة أو فئة الصم. إذا نتواصل مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري فيما يخص دكتور بالنسبة للغياب. أنت عائد من آسيا من تايلاندا بعد رجوعك حضرت ملتقى هناك. ممكن دكتور تتحدث قليل عن هذا الملتقى ثم نعود للبرنامج دكتور. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أختي نجاة، قدر الله عز وجل أن أكون حاضرا في ملتقى دولي بتايلاند بآسيا. فهذا الملتقى حول حوار الثقافات وحوار الحضارات، ومما أؤكد عليه في بداية هذا اللقاء أن البشرية ستظل تائهة ضائعة ما لم تهتدي
بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. نعم. لأنه وجدنا الكثير ممن فقدوا البوصلة، بوصلة الحياة. ضاعت المعالم في حياتهم، فيبحثون عن السبيل الموصل إلى النجاة. يا أختي نجاة. ثم أن الكثير ممن يعيش أيضا تائها يبحث عن الهداية. نعم. فقد يجدها في اعتقاده في بعض المذاهب الضالة وفي بعض الديانات المنحرفة. نعم. ومما أؤكد عليه في بداية هذا اللقاء أن الدعوة إلى الله لابد أن تكون حاضرة، وكما أوجبها ربنا في سورة النحل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالبشرية تظل تائهة ما لم تعد عودة حقيقية صادقة إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أن النزاعات والإشكالات التي أفرزها واقع اليوم نعم. حقيقة هي مشكلة في العالم تزداد، وهي نعم. معقدة جدا، معقدة كتعقد هذه الحياة. نعم. فكلما دخلنا بلدا معينا لوجدنا مشكلات أخرى، وضعت أيضا الإنسانية نعم. في مخالب هذه النزاعات. صحيح. دكتور. ونزاعات كثيرة جدا. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشريعة صالحة لكل زمان ومكان. نعم. فمن بحث كما تقول دائما في مقدمة اللقاء: من بحث عن الحل وجد الحل في شريعة نعم. الله عز وجل. نعم. سواء كان في إفريقيا أو كان في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا وفي كل مكان. نعم. أكتفي بهذا البيان. قد يكون لنا فرصة إن شاء الله للعودة إلى هذا الملتقى أو ملتقيات أخرى في فرص أخرى إن شاء الله قدر. نعم. بارك الله فيك دكتور. هكذا نضع اليد في اليد لإيجاد حلول لكل مشاكلنا ولإيجاد حلول لهذه المعضلة التي كنت تتحدث عنها. دكتور، في غيابك اتصلنا بالسيدة يمينة، هذه السيدة التي اتصلت مرارا وتكرارا بالبرنامج والتي لديها نزاع بينها وبين جارها، خلاف حول المطلات. قمنا بإنجاز روبورتاج مع الزملاء التقنيين، وتنتظر فقط زيارة، هكذا قالت لي، أنتظر فقط زيارة المختص الخبير القضائي مع فضيلة الدكتور سعيد بوزري. وهذا هو ملف السيدة أمامي. إلى جانب دكتور، في غيابك البريد العادي حصة مشكلات، يعني كان بالود يكتب حصة وصلح خير ولكن كتب هكذا حصة مشكلات، البريد العادي. تفضل دكتور. وبالنسبة أيضا ببالغ الحزن والأسى دكتور، وأنت مسافر، بلغك وفاة السيدة الأخت فضيلة بالخير التي هي مصلحة وتعمل معكم وتتواصل دائما مع القضايا والنزاعات والخلافات. دكتور، كيف كان هذا الخبر بالنسبة لك؟ طبعا كان الخبر شديدا على قلبي وعلى كل من عرف هذه الأخت فضيلة بالخير، وهي الأخت الصالحة المصلحة التقية النقية المؤمنة التي تعلمت وترجمت علمها إلى عمل. فكانت تعمل في هدوء ورحلت عن هذه الدنيا في هدوء بعدما أنجبت في العيادة الطبية رحمه الله وتقبل الله عز وجل، شهيدة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجمعنا بها في جنات النعيم. كانت مؤمنة عاملة بإخلاص، صادقة في أقوالها، كانت صادقة في أعمالها، صادقة في علاقاتها. أسأل الله عز وجل أن يكرم نزلها. اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها ويسر حسابها ويمن كتابها وثقل ميزانها بالحسنات. ثلاثي عفو ربي فضيلة إن شاء الله تجي وتجينا بكل خير والبركة إن شاء الله. تجعل ربي إن شاء الله سقاث الجنة، تجعل ربي تسقاذيلان وقاذيلان يكوذ النبيين يكوذ الصديقين يكوذ الشهداء الصالحين. ثلاثي عفو ربي ديزنا ربي صبرك مولان غادي يزنا ربي الصبر مرة إن شاء الله. الحمد لله كويدين سلمان ذي المؤمنين نزرى الدنيا الذي الفراق ولكن ذي الآخر ثيم ليث بلا الفراق. فإذا كانت الدنيا في الحقيقة مجموعة من الفراقات
المرض فراق الصحة للجسد، والموت هو فراق الروح للجسد، ولكن في دار القرار لقاء بلا فراق. أسأل الله عز وجل أن يرحمها برحمته الواسعة، وأن يرحم جميع المسلمين والمسلمات، آمين. بارك الله فيك دكتور، شكرا. نتمنى للعائلة الصبر على وفاة السيدة فضيلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. نتواصل معكم دائما عبر برنامج والصلح خير، دائما نبحث عن ذلك النسيج الذي يربط أفراد الأسرة الواحدة، الأسرة التي تهتدي وتقتدي بالصلح وبإصلاح ذات البين عندما تعيش بعض النزاعات أو بعض الخلافات. أيضا نبحث عن أسرة مستقرة ومجتمع مستقر أيضا متماسك متجانس فيما بينه. إذن في هذه الحلقة نفتح ملف في غاية الأهمية، وهو ملف شريحة الصم. عنوان هذه الحلقة الصم عفوا عنوان هذه الحلقة الصم يتكلمون. ولإثراء هذا الموضوع الذي هو في غاية الأهمية ننظر في نوعية القضايا أو نوعية الخلافات والنزاعات التي تعيشها هذه الفئة التي لا تتكلم ولا تسمع، ولكنها في داخلها تعاني كثيرا. كيف تتواصل وكيف تحكي هذه المشاكل؟ أكيد عن طريق لغة الإشارة، ولكنها تحكي هذه المشاكل وهذه النزاعات والخلافات مع أفراد آخرين يسمعون ويتكلمون ويشعرون. إذن في هذه الحلقة نعود إلى فضيلة الدكتور السعيد بوزيل، نطرح ربما بعض الأسئلة فضيلة الدكتور بالنسبة لهذه الشريحة التي نسلط عليها الضوء في هذا المباشر. النقطة الأولى في برنامج الصلح خير دكتور، ربما نبحث عن كيفية تأصيل العلاقة التي نريد في البرنامج أن تكون متينة بين فئة الصم والفئة الأخرى التي تسمع وتتكلم، لأنه الخلاف ربما يبدأ من عدم قدرة هذه الشريحة، شريحة الصم، على التخاطب مع بعض الفئات. وعندما يحدث الفشل أو النكسة في التخاطب يحدث الخلاف، وتبدأ هذه الفئة تتعنف ولا تجد من ربما يفهم ما يفهمها أو يفهم مقاصدها أو يفهم مشاكلها أو خلافاتها ونزاعاتها. ثم نعود للنظر في روبورتاج السيدة وهيبة التي هي من فئة الصم، ونعود إلى لطيفة. مرحبا بك مرة أخرى، وهي من أبوين أصمين، جاءت أيضا لتثري هذا الموضوع معنا. ونحن دائما في هذه الأسرة، أسرة السيدة لطيفة، نبحث عن نموذج الإيجابي. قبل ذلك سنشاهد النموذج السلبي اللي فيه الخلافات والنزاعات والصراعات، هكذا باش نعطيوك يعني فكرة على برنامج لطيفة، أليس كذلك؟ نعود إلى فضيلة الدكتور سعيد بوزي. إذن تصطدم هذه الفئة بالفئة الأخرى عندما ربما تنقطع هذه الخيوط أو تنقطع لغة التواصل ما بين الفئة الأولى والفئة الثانية. دكتور تفضل. لك الفضل. أولا موضوع اليوم الصم يتكلمون. دعيني أختي نجاة أن نشرح هذا العنوان. نعم. قد يقول البعض كيف الصم كيف يتكلمون. نعم يتكلمون. المقاصد هذا العنوان كثيرة، منها أن هؤلاء الصم يتكلمون بلغة الإشارة. نعم. إذن ولغة الإشارة هي لغة من اللغات للتواصل والتخاطب. ثم المقصود بهذا العنوان أيضا أن هؤلاء يتكلمون بإنجازاتهم، يتكلمون بمواهبهم، يتكلمون بأخلاقهم، يتكلمون بأفعالهم الخيرة وأفعالهم الصالحة. أقول هذا الكلام وأنا في أزمة كبيرة نفسية. أقول إذا كان الإنسان أعطى ربي كل النعم ولكن لا يستثمرها فيما ينفع، لا يستثمرها. أعطى ربي اللسان ولا يستثمره في الخير وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي زرع المحبة والأخوة والوحدة إلى آخره. أعطى ربي المال لا ينفقه في سبيل الله. أعطى ربي الصحة قد يستخدم هذه النعم في معصية الله بل في إلحاق الأذى بالناس. ولكن هذه الفئة، فئة الصم، قدر الله وما شاء فعل، فنحن مؤمنون بقضاء الله وقدره،
كل واحد باش عطى لربي سبحانه. إذا كان ربي نزع منهم سلب منهم نعمة فقد أعطاهم نعما كثيرة، فلا بد أن ننظر إلى تلك النعم، ولا بد نحن أن نحاسب أنفسنا لماذا لا نذلل هذه العقبات أمام هذه الفئة. لماذا نحن ربما نصطنع العقبات والمشكلات والأزمات في أمام هؤلاء أو في حق هؤلاء؟ لماذا بدل أن نعمل من أجل تذليل تلك العقبات، من أجل التخاطب والتواصل والتقارب، نصنعها؟ هذا الإشكال الذي يجب أن نوجه إليه أنظارنا اليوم ونسلط عليه الضوء. دعيني أختي نجاة نعطي بعض الرسائل في هذا الموضوع. في شكل الموضوع طويل، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. الرسالة الأولى أن الخالق هو الذي خلق المخلوقات والكائنات، فالمؤمن يقول مرحبا بقضاء الله وقدره، كما اعطى ربي يقول مرحبا بالله اعطى الله. هذه واحد. رقم اثنين، لا بد أن نعلم بأن الله عز وجل قد وزع المواهب على البشر، وزعها، أعطى المواهب، ودورنا أن نبحث عن هذه المواهب ونستثمرها في حق هؤلاء وفي حق غيرهم. هذه الرسالة الثانية. الرسالة الثالثة أن العقبات التي اصطنعت في حياة الناس هي التي جعلت هؤلاء يعيشون ألوانا من الحرج، يعيشون ألوانا من الحرج. إذا كان هذا يروح للمستشفى وما يلقاش اللي يهضر معاه ويساعد ويعبر عن آلامه وجرحه وما يضره، هذه عقبة. إذا وقف أمام القضاء وربما هو كان مظلوما وأراد أن يدافع عن حقه ولكن لم يجد من يقدم له يد المساعدة ويد العون، تضيع حقه. وفي قارة نفسه يقول: أيها المتكلمون يا أصحاب الألسنة، لماذا لم تستثمروا ألسنتكم من أجل الدفاع عن حقي، من أجل الاستماع إلي؟ اجتهدوا في فهمي، فأنتم تتواصلون بلا مشكلة، تتواصلون بالليل والنهار. أذكر مرة من المرات أحد هؤلاء اسمه حسن ذكره الله بخير، فأتحدث معه ولكن كان الليل، جاء الليل، في النهار ممكن تخاطبوا ونتفاهم، ولكن كي جاء الظلمة مشكلة. فضميت هكذا صدري، قلت له اعتذر، ما كانش يعني ما نقدروش الظلمة. فقلت سبحان الله، إذا كان ربي أعطى ألسنة للناس يتحدثون بها بالليل والنهار، في الصباح والمساء وفي كل الأحوال، فلماذا لا ننظر إلى هؤلاء؟ ثم رسالة أخرى مهمة: لماذا لا نشجع هؤلاء على إنجازاتهم؟ أفتح قوسا مهما: في تاريخنا الإسلامي نجد الكثير ممن له إعاقات بدنية. نعم. كان اللي عنده إعاقة في السمع، كان كما محمد بن سيرين مثلا، وهو من رواة الحديث، من كبار ومن معبر الأحلام. هو معروف كامل تفسير ابن سيرين هذاك نتاع الأحلام، يعرفوه كامل الناس. وهو قبل ذلك هو محدث، هو من الناس اللي يشتغلوا في علم الحديث، يعني في خدمة السنة النبوية المطهرة. عنده إعاقة. حاتم الأصم عنده إعاقة أيضا. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عنده إعاقة. لو كان الوقت يسمح نعطي لكم قائمة طويلة وعريضة من الناس اللي عندهم إعاقات ولكن عادي، وهذا لم يمنعهم من أن يكونوا نوابغ. أبدعوا وأنتجوا وتركوا بصماتهم الخيرة في دنيا الناس. إذن الآن رسالة نوجهها لأنفسنا جميعا، نقول لماذا نساعد هؤلاء لنثمن إنجازاتهم، لندعمهم، لنذلل العقبات أمامهم فينتجوا أكثر ويبدعوا أكثر؟ هذه رسالة أخرى مهمة. ثم أمر آخر: ربي سبحانه قال: ليس على الأعمى حرج. نعم. إلى أن قال: وليس على المريض حرج. يعني ربي سبحانه رفع عنهم الحرج، ونحن لماذا لا نرفع عنهم الحرج؟ لماذا؟ هذا هو سؤال الحلقة. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم يعني أعطى له حتى يعني مسؤولية على المدينة المنورة وهو أعمى. إذن يعني كي نقراو سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الطاهرة، ونقراو الوحي الطاهر، ونقراو سيرة الصحابة عليهم الرضوان، نلقاو هناك تثمين لجهود هؤلاء اللي عندهم هذه الإعاقات، هناك تعزيز لمكانتهم، هناك احتواء
هناك احتواء لهؤلاء، هناك مساعدة من أجل الاندماج في الحياة الاجتماعية، هناك رعاية بين قوسين لحقوقهم الشرعية، سواء كانت حقوقا صحية، حقوقا اجتماعية، حقوقا اقتصادية، حقوقا تربوية. هؤلاء عندهم حقوق، فهم كسائر الناس حينما تحدث عن حقوق الإنسان، فهؤلاء بشر. لذلك ولكن الإعاقة الكبرى هي الإعاقة التي تكمن في العقول، في هنا. الفكر. ثم نعطي إشارة خفيفة فقط. هناك قوانين، هناك اتفاقات دولية، والوقت لا يسمح باش نوصل. نعطي بعض الإشارات. في 1969 صدر إعلان نتاع حقوق الطفل المعوق. في 1969 معناه الجانب الشرعي هذا راه يعني قنن في قوانين موضوعية على مستوى الدول مثل الجزائر والدول الأخرى، وكذلك على مستوى الاتفاقات الدولية على المستوى الدولي. هذا إعلان حقوق الطفل المعوق في 1969. وهناك أيضا إعلان آخر مهم في 1975، وهناك أيضا اتفاقية دولية لحقوق الطفولة نجد فيها إشارات إلى إلى موضوعنا اليوم. اتفاقية 89 دخلت حيز التنفيذ في 1992 وفي 1990، وصادقت عليها الجزائر. جزائرنا صادقت على هذه الاتفاقية، هذه المعاهدة في 1992 بمرسوم رئاسي. وممكن أيضا نذكر اتفاقية في غاية الأهمية خاصة بالأشخاص بحقوق الأشخاص المعوقين. هذه صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، إذن فهي حديثة. ودخلت حيز التنفيذ في 3 ماي 2008. أقول للناس وأقول لأنفسنا جميعا: تعالوا بنا نرفع الحرج عن هؤلاء كما رفع الله عنهم الحرج. بارك الله فيك دكتور، شكرا على هذه المقدمة. وفي البداية أيضا نستنتج ونستخلص مما كان يتفضل به فضيلة الدكتور سعيد بويزري علينا بالعودة إلى الشريعة الغراء لتصويب السلوك ولترميم ما نفسده عن قصد أو عن غير قصد. في برنامج والصلح خير نفتح لكم أبواب الحوار بعد مشاهدة هذا الروبورتاج السيدة وهيبة التي هي من فئة الصم. نتابع ونستمع إلى قصة وهيبة في برنامج والصلح خير في عنوان الصم يتكلمون. تابعوا معنا. يصفو سامح أنت الرابع، مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل. وهيبة لا تسمع ولا تتكلم، ولكنها تشعر بمحبة أخيها لها. نزيم هو الذي يشعر بآلامها وأحزانها وأفراحها. كيف لا؟ أوليست هي الأرحام؟ أشخاص الصم لديهم صعوبة للتواصل مع أفراد العائلة، خاصة عندما يصبح هناك مشكل غير مفهوم بالنسبة لشريحة الصم مع الشريحة الأخرى التي تتكلم. وهيبة رانا في البيت تاعك، برنامج الصلح وخير زارك. وش راكي تحسي وهيبة؟ أنني فرحانة اللي جيتوا زرتوني اليوم. وهيبة جينا باش البرنامج يحس بك وبأنه عندك مشكل تاع التواصل مع أفراد العائلة، وفي بعض الأحيان تتقلقي كي ما يفهمكش الفرد من أفراد العائلة وتزعفي ويقعد لك خلاف هكذا في قلبك. شكون اللي راح يفهم هذا الخلاف؟ حبينا نفهمه. العائلة تاعي ما تعاونيش بزاف. أنا من ذاك قلبي قعد معمر، ما نقدرش نتكلم معاهم مليح، يزعفوا. هي انايا نتقلق شويه علاه ونقعد نخمم. كاين الحمد لله كاين انترنت، نقدر نتواصل مع اشخاص واحد اخرين كيما انا في الحاله تاعي ونتواصل معاهم، نخرج نحوس، نتكلموا دائما مع الصم. لكن باش نتكلم مع الاشخاص اللي يسمعوا ما نقدرش نتكلم معاهم. أنا نتعامل مع العائلة بطريقة صعبة جدا، لأنه ما نقدرش نتواصل معهم.
عندي اخي، عندنا مشكل تاع التفاهم يكون صعيب جدا جدا، ما يفهمونيش، ما قدرتش نفهمهم. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام. بعد وفاة والد وهيبة تراكمت الأحزان على قلبها، ولم تعد تفكر إلا في ذلك الأب الرحيم الذي كان يفهمها وكان يحبها كما تقول. بابا دايما كان يعاون فيا، دايما كان معايا ويعاوني، دايما يدافع عليا، دايما الاول بابا دايما قلبي راهو محروق عليه. فعائلتي ما تعاونيش بزاف، لكن الاول كامل بابا دايما. كي نرقى كي نصبح مجتمعا. عندي 8 خاوة، انا طفلة وحدة، ما يعاونونيش كامل. من قبل بابا قبل ما يموت الله يرحمه وصاهم، قالهم بابا قبل ما يموت الله يرحمه وصاهم، قالهم تهلاو فيها، عاونوني. ربي يرحمه ان شاء الله. بابا دايما كان يعاون فيا، دايما كان معايا ويعاوني، دايما يدافع عليا، دايما الاول بابا دايما قلبي راهو محروق عليه. فعائلتي ما تعاونيش بزاف، لكن الاول كامل بابا دايما. وهبة، عرفت حاجة عليك، من كثرة اللي تحبي بزاف القرآن الكريم تحاولي تقرايه رغم انك ما تقدريش يعني تقرايه بالطريقة اللي يقراو بها الناس العاديين. كيفاش تصرى لك؟ انايا نشوف القرآن، عندي ذاكرة بصح ما نفهمش، نشوف نتكلم نحاول بصح ما نفهمش واش مكتوب. قلبي مع ربي، ربي يعطيني القوة باش نتكلم، بصح ما نفهمش واش ينقال. نقول كلمة بكلمة، نحاول كلمة بكلمة نقول ونعاود. نقدر نقرأ كامل القرآن ولكن ما نفهمش واش يقول ربي. قلبي يخبرني. وهبة، قعدت لنا حاجة حبينا نعرفوها ويعرفها المشاهد تاع برنامج والصلح خير. وشن هي الحاجة اللي راكي متمنيتها بينك وبين نفسك وبين ربي سبحانه عز وجل، والحاجة اللي متمنيتها مع العائلة باش يعودوا الأجواء بلا كما كانوا بكري، ما تتقلقيش فيهم ويفهموك كامل بلا ما تقلقي انت ولا يتقلقوا هما؟ أنا راني حابة نطلب من ربي سبحانه باش يقدرني باش نتفادى كامل المشاكل مع العائلة، باسكو ما يعاونونيش. انا نحب يعاونوني، ما يتكلموا، طريقة التواصل معهم صعبة، ما يفرحوش بيا، دائما ما عابسين وجههم عابس كل خطرة كيفاش. مالك كي نخرج نتهدن شوية، وأنني حابة يفهموني. قلبك يصفو سامح أنت الراحة.
إذا كانت هذه وهيبة في عرض حالة في برنامج والصلح خير وفي عنوان الصم يتكلمون. نعود إلى فضيلة دكتور سعيد بويزري من خلال هذا المباشر. دكتور، بعد مشاهدة هذا الروبورتاج للسيدة وهيبة بعد الوفاة، الأب حابقت هي في البيت، لم تتزوج، وعندها 8 الخوات كما تقول، وعندها مشكل كبير في التواصل، وعدم التواصل بينها وبين أهلها يخليها تكون في خلاف، ولكن هذا الخلاف هو في صمت، خلاف في صمت رهيب لا تشعر به إلا وهيبة. دكتور تفضل بعد مشاهدة الروبورتاج. ما أصعب الألم الذي يعيشه نعم. الإنسان في صمت. نعم. ما أصعب الألم. نعم. لأنه يشكو بثه وحزنه إلى الله فقط. كثيرا ما قلنا أن الأسرة هي لبن الأساس في المجتمع. نعم. فالأسرة إذا لم تحتوي أفرادها، إذا لم تعطي لهم الدفء والسكينة والراحة، لا شك أن هؤلاء سيعانون. فكيف ننتظر من المجتمع أن يحتوي هؤلاء إذا كانت الأسرة لا تحتويهم، إذا كانت الأسرة لا تحميهم. لا تحميهم. نعم. يعني سمعنا جميعا كيف كانت تعبر الأخت وهيبة عن ألمها الشديد بفقدان والدها. تقول أبي فهموني، يدافع عني، وقد أوصى، وقد ترك وصية. وبعد ما الوفاة تاعو أصبحت يعني منزعجة كثيرا، وكأنها حلقة مفقودة. نعم، لم تجد البديل. نعم. لم تجد البديل. نعم. طبعا عرضنا قد الوجوه تاعهم عابسة للأسف الشديد. للأسف الكلمة أو الدين المعاملة. وحلقة اليوم للشعور بهذه الفئة. نعم، لابد. نعم. وكل إنسان يراجع، يقول لو كان أنا محروم من هذه النعمة، من السمع ومن لأنه ما نسوش بالله ربي سبحانه يعلم السر وأخفى. دائما نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا بقوله تعالى: وهو آخر ما أنزل في آي القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم. نعود جميعا، كل الحواس نفقدها. هذه النعم سنفقدها يقينا يقينا. حينما تأتي الموت كل شيء ما يبقى، لا السمع ولا البصر. نعم. ولا شيء إطلاقا، ولا اللسان ولا شيء. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لذلك ماذا أقول؟ يعني إذا كان الأسرة يعني لم توفر لها أسباب الراحة والسكينة والتواصل والمحبة والدفء، فتشكو أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، ولجأت إلى كتابه العزيز تقرأ دون فهم، ولكن قلبها يخبرها ولغتها فهمناها جيدا. لله عز وجل يعوض، ربي سبحانه يعوض يقينا. وهذا امتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم فيك والمحتقر، وأين المذل بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر. تساووا جميعا وماتوا جميعا ومات الأثر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائل عن أناس مضوا أمالك فيما مضى معتبر. بارك الله فيك. شكرا دكتور. إذن بعد مشاهدة حالة وهيبة والتي هي من فئة الصم، إذن أذكر بأنه شعار هذا الموسم هو ولا تنازعوا، وممتنة لكم بمتابعة هذه الحلقة. أريد فقط أن أذكر بالأرقام الهاتفية، نفتح أبواب الحوار ونستقبل المكالمات، نستقبل القضايا والمشاكل التي تتعلق بهذه الفئة في هذه السهرة. 021 39 42 42 021 39 43 43. ومن أراد أن يتصل بنا من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00 213. حلقة اليوم الصم يتكلمون. إذن في انتظار اتصالاتكم. نعود إلى الضيفة الكريمة السيدة لطيفة التي جاءتنا لنتحدث معها ونثري معها هذا الموضوع، وهي
من أبوين أصمين، الأم والأب، يعني لا يتكلمون ولا يسمعون أيضا في هذه الحلقة، ولكن عن طريق لطيفة نحاول أن نجد النموذج الإيجابي. تروي لنا لطيفة ربما بعض القصص اللي حدثت مع الأم تاعك والوالد. إذن لطيفة، انتم زوج بنات والاخ تاعك لطيفه فله وحليم هكذا. الوالد تاعك والام تاعك ما يسمعوش وما يتكلموش. كيفاش تعلمتوا لغه الاشاره باش تقدروا تتواصلوا مع الوالدين تاعكم؟ لطيفه تفضلي. اولا حبيت نوجه لهم برك سلام دوك على بالي راهم يشوفوا فينا، الاب تاعي والام وكامل اللي ما يتكلموا اللي ما يسمعوش. كاين حاجه برك، هما في الاول كانوا يسموهم الصم والبكم، ومن بعد بدلوا التسميه رجعت الصم فقط. نعم. لانه اساس المشكل هو كي ما يسمعوش، ماشي ما يتكلموش، هو المشكل نعم. كي ما يسمعوش ما تعلموش اللغه وتعلموا لغه الاشاره. انا في الحاله تاعنا الاب والام اللي كنا صغار نعم. نحبوا نطلبوا حاجه الماء ولا الخبز ولا اي حاجه، كنا فهمنا باللي كي نهضروا ما يسمعوناش. نعم. نشوفوهم دائما يستعملوا اليدين ولينا نشيروا لهذيك الحاجه. حبيت الماء بالاشاره هكذا، حبيت الماء، حبيت. هما واش كانوا يديروا؟ يقولوا لنا هذا اسمه الخبز وهذايا الماء. دونك لا بروشين فوا باللغه تاع الاشاره. باللغه تاع الاشاره كانت طريقه تاع الحفظ هكذا كانوا يعلمونا في الاول، كانوا يعلمونا وحنا نعم. نسجلوا هذه واسمها هكذا، هذه واسمها هكذا، هذه. المره الثانيه كي نحبوا الخبز ما نوليش نشيروا بيدنا، نتفكروا باللي كيفاش كانت واش كان اسمها، نولي نقولها الخبز هكذا تعلمنا. دونك تعلمنا نهضروا اللغه عاديه مع الناس، وتعلمنا لغه الاشاره معهم هما اثنين فقط. طيب سيدة لطيفة، احنا دائما في برنامج والصلح خير نعرض الحالة، ربما نعرض الخلاف النزاع، ونبحث أيضا عبر ضيوف الكرام النموذج الإيجابي. قلت لي قبل قليل قبل بداية البرنامج حبيت عن طريق هذه الحلقة نكرم الوالدين تاعي، لأنه الوالدين تاعي ما يتكلموش وما يسمعوش ويستحقوا التكريم، لأنه ربوكم مليح صالحين، وصلتوا للجامعة وتزوجتوا وفتحتوا يعني درتوا الأسر. وكيفاش هو الشعور تاعك بالنسبة لهم؟ راهم يشوفوا فيك حاليا، ربما تقدري تشرحي لهم بلغة الإشارة، بلي تقولي لهم بلي يا أبي يا أمي أنا نحبكم بلغة الإشارة. نعم. فوالا الكاميرا هذيك. نعم. دوكا ترجمي لنا واش قلتي لهم، لانه المتفرج من فئه الصم، متفرج اخر من الفئه اللي تتكلم وتسمع. تفضلي. طبعا. واش قلت قلتي لهم لوالديك؟ بابا والاب والام يعطيكم الصحه، خاطش جبتونا ربيتونا كبرتونا دخلتونا للجامعه قرينا درنا كلش، ودائما كانوا يسبقوا يفكروا فينا قبل نفسهم. دونك قد ما نشكرهم قليل، قلت لهم شكرا شكرا شكرا. نعم. طيب لطيفة، قبل قليل ذكرتيني قلتي بأنه الأم تاعكم تحكي لكم عندما زاد خوك الأول، يعني اللي فرحت به، كانت ذكية في الطريقة. لما كان ينوض في الليل دكتور وجدت الطريقة لأنه ما تسمعش يعود يبكي الابن تاعها. ماذا فعل الدكتور الأم تاعها؟ ماذا فعل؟ تحكي للدكتور. الأم تاعي جاها الابن الأول ما تعرفش، خاطش كي ترقد في الليل تخاف لو كان ينوض وما تسمعوش، ينوض في الليل يبدا يعيط. ربطت خيط في يدها، ربطاتو في يده. دونك هو كي يبدا يتقلب ويعيط اوتوماتيكمون حيدي لها يدها، حينوضها. هكا كانت تفطر. الله. وهذا مثال، دارت بزاف حاجات باش تقدر تعوض السمع تاعها في التربيه، سورتو في التربيه. سورتو في التربيه. دكتور، الان نمر الى سؤال اخر. قبل قليل تحدثنا انا وياك وقلت لك قلتي لي باللي الاب والام تاعك عاشوا بعض المشاكل وبعض الخلافات، ولكن ابدا كانوا يظهروا هذه الخلافات للابناء تاعهم. صح.
كي كنا صغار كانوا مشاكل ما كانوش يحكوا لنا، على بالهم حنا رانا صغار ما راناش واجدين هذه المشاكل، كانوا يحلوهم بعضهم ولا كانوا بالك في كثير على بالي بلي كانوا يسكتوا، كانوا ما يقولوهمش يخلوهم في قلبهم. ومن بعد كي بدينا نكبروا ولينا نفهموا ما يحبوش يقولوا لنا على بالنا وعلاش هم زعفانين وعلاش ولينا حنا نحسوا بالمسؤوليه كي نشوفوهم. واش ديروا كي تحسوا بهذاك الخلاف؟ كي يكون مثلا كي يكون الاب في اداره ولا كي هو يسي يهضر معاهم كي ما يفهموش اوتوماتيكمون حنا ندخلوا روحنا ولينا حنا نسمع السمع تاعهم وحنا اللسان تاعهم، دونك نتعاملوا كل حاجه لازم يقولها لهذاك العامل ولا لازم تجوز علينا حنا نديروا ترجمه باللي كنا صغار. ومن بعد ولينا شغل كما نقولوا اوتوماتيكمون خلاص بلا ما يوصينا هو نقول ولينا حنا نحبوا نديروا الحاجات في بلاصتهم باش نعاونوهم باش ترافقوهم يعني للمصالح تاعهم. كان الاخ تاعي هو اللي دائما يرافقهم. الاب تاعي كل مره تكون عنده حاجه في البلديه في المكتب البارد في كل وين كاين اداره كان يدي خويا معاه باش يترجم له باش يوصل واش هو حاب يقول. وبالوالدين إحسانا. بارك الله فيك لطيفة. سنعود إليك وإلى فضيلة الدكتور سعيد بويزري. نفتح أبواب الحوار ونستقبل أول مكالمة في هذه السهرة. يتصل بنا كما يقول سعيد هارون من ولاية تيزي وزو. السلام عليكم أخي الكريم. السلام عليكم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بك هارون. إليكم السيدة نجاة وإلى جميع المشاهدين. شكرا. وإلى الدكتور السعيد بويزري الذي أحييه كثيرا وهو مشرف على مذكرتي في الجامعة، والآن الحمد لله أصبحت أستاذ في القانون. الحمد لله. فكان هي صعبة هذه المهنة ولكنها شريفة. نعم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للموضوع أريد أن أشارك ببعض هذه. نعم الصم يتكلمون. نعم نحن نستمع. تفضل هارون. هذه الفئة لها دور فعال أيضا في المجتمع بحيث لهم من القدرات والمؤهلات لمواجهة الصعوبات، فكان الإنسان الأصم صنع معروفا للبشرية وقبل ذلك ركع وسجد لله سبحانه وتعالى. نعم. وغالبا ما تكون هذه الإعاقة هي الدافع إلى الإبداع ومواجهة صعوبات الحياة، لذا فعل الجميع أن يساعد هذه الفئة سواء داخل الأسرة أو في المجتمع أو في المدارس أو الجامعات. لذا فعل السلطات المعنية أيضا أن توفر وتعزز الإمكانات اللازمة والضرورية لإدماج هذه الفئة في المجتمع لكي لا تشعر بالعزلة. فقط أقترح موضوع إن أمكن معالجته في المستقبل وهو سبل نجاح الأستاذ مع التلاميذ، ونسأل الله التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. شكرا سيد هارون من ولاية تيزي وزو على أول مداخلة لإثراء هذا الموضوع. الصم يتكلمون وهم حقيقة يتكلمون، خاصة عندما نتفهم كل المشاعر وكل الخواطر لهذه الفئة، فئة الصم. يقول سعيد عبيدي البويرة يتصل بنا. السلام عليكم أخي الكريم. عبيدي يتصل من البويرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أختي. مساء الخير على السلامة. السلام. الخير على السلامة. مرحبا. تفضلي. لاباس الحمد لله. مرحبا. مبروك الحج. كما هني ربي الله يسلمك. أخلي الحاج. أنا. تفضلي. نعم. كيف بتمثل عبد الرزاق. مرحبا على السلامة. الموعظ اللي كيني الدحمان. معليش شوف الدراري يسمعون مقلاول تما. أخلي الحاج من بعد عندي معناها. أهم دعوة. أشاثي نضف الموضوع بوسا وكذا يعني مسلايرة مش تعيشين وقات تصندخي مني ثمورث وكذا مش تعيشين شو بوغور نتقابل أشاثي نض ديال الموضوع بوسا. أشاثي دينا أخلي الحاج. نستفيد واضحة ونقلق قلت بدي تمثلي لك لا تشرو واضحة بشكل أقلق لازم نهضر ونتورى مرة نحكوا لا خليك يا ولد نتقارى خلي الحاج. رسالة قوية بارك الله فيك يعطيكم الصحة. شكرا. بسم الله إن شاء الله بعد كما هنا ربي بالسلامة. وحدنا كان كساو الأولي إن شاء الله. شكرا. ما يرضى ربي.
ما يرضى ربي كذا كتصلد ان شاء الله. هذا من السي الهضي لهنا. شكرا. سلامة شكرا. سلامة. دكتور شكرا على اتصالك. دكتور ربما تريد أن تسأل سيدة نعم لطيفة في بعض الأمور، لأنك شفتك كانت تكلم كنت تكتب. صحيح. وكتبت أيضا بالنسبة لمعاناة سيدة وهيبة. دكتور سعيد بوزيري. أولا أبشر الأخت لطيفة، أنت اسمك لطيفة. على بالك الكلمة الوسط نعم في القرآن الكريم واش قال ربي فيها؟ وليتلطف. يعني في المصحف الشريف، وهذا بيبك شرحيها لوالديك ان شاء الله. النص الاول والنص الثاني الكلمه الوسط نعم. في القران الكريم في سوره الكهف، وين قال ربي سبحانه وليتلطف. اذا نقول والديك جزاهم الله خير، نخير لك اسم ما شاء الله لطيفه وفيه لطف، وحاولي بعدين ترجمي لهم كاع هذه المعاني. السؤال اللي حبيت نطرحه عليك، يعني باباك ويماك هل كنتوا صغار وانتم تتألمون تعيشوا نوع من الألم كي تشوفوا باباكم ويماكم ما قدروش يتفاهموا معكم، خاطر تشوفوا الوالدين الاخرين يهضروا مع اولادهم يهضروا بسهوله، وانتم ايضا الحاجات نتاعكم ماشي غير الماء، ولا تحتاجوا اشياء اخرى، لباس تحتاجوا كما يحتاج اي طفل صغير باش باباه ويما يجيب له حاجه يفرحوا. انتم كيف كان شعوركم يعني كاولاد في هذه المرحله؟ انا نحكي على شعوري. حكيت مع الاخت نجاة من قبل، حكيت معها كان الله يبارك انا ما وصلتش على يعني في الوقت. معليش ما الناس تحب تعرف يستفادوا كامل. احسن انك تكلمي في البلاطو. نعم كنت نبكي بزاف ونقول لهم علاش ربي دار لكم هكذا، كنا صغار نقول لهم انا نشوف الناس صحاباتي في المسجد كامل ماهم يهضروا بابا، نقول لهم علاش ربي دار لكم هكذا. ماما واش تقول لي الحمد لله. انا ما تقوليش هكذا، ما تقوليش ربي لا. انا نقول لها ربي كنا صغار ما نعرفوش. نقول لها علاش انت وعلاش بابا علاش الاب؟ تقول لي نو الحمد لله. تقول لي ما نسمعش خير من اللي نسمع الغنى، خير من اللي نسمع الكلام اللي ما يعجبش. تقول لي الحمد لله. تقول لي الحمد لله. كي كبرنا تفهمنا هذه الحاجه، ولات في حياتنا ولات حاجه عاديه. ما دوكا ماهيش تاثر، ما نشوفوش نقص فيهم، بالعكس ما يسمعوش، ورباو دراري وداروا حاجات اللي من بالك واحد اخرين ما داروهمش. سؤال اخر، علاقتهم بباقي افراد الاسره الكبيره يعني كيف كانت علاقتهم؟ الحمد لله من الجهتين يسيجوا يفهموهم في تواصل. كيف من جهه الاب ولا كاين تواصل يحبوا يفهموهم، ومام اخترعوا كلمات اللي ما كانش في لغه الاشارات. نعم. برك باش يتفهموا ما بيناتهم. ما شاء الله اجتهدوا. حبيت نقول اجتهاد. الحاجه ام الاختراع. نعم. الحمد لله. نعم. عندي تعليق بعدين ان شاء الله كي تكملي مع نعم سأعود إليك وأعود إلى الدكتور بعد أن نأخذ هذا الاتصال أيضا من ولاية تيزي وزو السيدة لويزا. السلام عليكم لويزا. سعيد ما زلت معنا السيدة لويزا تتصل من ولاية تيزي وزو. السلام عليكم لويزا، أين أنت؟ راحت يقول مروان هكذا الإشارة. أين أنت لويزا؟ إذا ستعود إلينا لويزا. نعود إلى لطيفة والدكتور سعيد بوزيري. كانت المقدمة تاعك دكتور مؤثرة جدا بالنسبة لهذه الشريحة التي ربما تعاني أكثر في المجتمعات المتخلفة دكتور. نعم يقين. هل هذا صحيح؟ صحيح. نعم. لأن التخلف كل لا يتجزأ. نعم. التخلف كل لا يتجزأ. نعم دكتور. لذلك ومن التخلف لا يتفاهم الإنسان مع الإنسان، أو يجتهد ليفهم الآخر. أو يجتهد. نعم. لأنه صاحب الإشكال موش ما نطلبوش منه هو باش يجتهد، نحن نجتهد. نعم. يعني الآن بعدين نتكلموا عن كما قلت المظهر المشرق، نعم. الوجه المضيء. نعم. الإيجابي، يعني كما الأخت لطيفة يعني لطيفة بارك الله فيها على الحضور معنا في هذا اللقاء، ونحيي والديها ونحيي جميع الوالدين اللي راهم داروا واش داروا والديك، لأنه هؤلاء فعلا يستحقون كل التقدير وكل الاحترام. ولكن اختي نجيتي كان حبيتي ندير تعليق خفيف على ما ذكرت الاخت لطيفه، يعني نحاول نثمنوا يعني باش الاخت زينب جزاها الله خير تبلغ ان شاء الله تعالى باللغه الاشاريه. تلبيه حاجات الاولاد. يعني ذكرت مثالين، الماء والخبز. نعم. طبعا طفل يبكي يعبر عن حاجته الى الماء، ولكن يشوف باباه ويماه ما يفهموش. ولكن هؤلاء الوالدين في زوج جزاهم الله خيرا
أنهم اجتهدا في تلبية حاجات الأولاد المتعددة. هناك مكالمة. الأولوية المكالمة بقوة تيزي وزو اليوم. نعم. مرحبا بالجميع إن شاء الله. غنية من تيزي وزو، السلام عليكم أختي الكريمة غنية. مرحبا بك غنية من ولاية تيزي وزو، نستمع إليك غنية. السلام عليكم. أنا نحب نسأل شيخ سعيد. نعم تفضلي. مرحبا. تفضلي غنية اسألي. معليش تفضلي. نعم تفضلي بالأمازيغية، تفضلي نحن حتى نستمع. بلغة الإشارة اليوم نفهموا، ما كاينش نعم. مشكل. تفضلي. تفضلي غنية. بغيت تسقسيو. نعم. تريد أن تسأل. نعم. أسأل. نعم تفضلي. بغيت تسقسي كاين مهمة. في الساعة في ربي. ما قلت يما ومن بعد كيف مرضي وشوية كان. نعم. من بعد الأنثى مش مهمة. شغل زعفة قلة. وعاوتاني غتقابل غير جهلة. من بعد سمي ديالنا بابا يموت. أيوا. من بعد انت السيارة. شغل ممكن المعروفة فوصل مع المال. نعم. نعم غنية. من بعد يعني كاين غير يدعيكم دابا بغيت الصخفة ما الظلمة. كيما تعيشي تمغار تعيش تمغار تنغا ماشي نغا كل يوم واحد. أنا وحدي غير اليوم. هذا مديني غاوت ما كساولي ولي ما مدفكا ثمغلي ان شاء الله تشرعي ثمشي في الحوض كنت مغارتي ان شاء الله. ستسمع الجواب بعد حين ان شاء الله باذن الله. شكرا غنية من ولاية تيزي وزو. دكتور تفضل. توقفت عند يعني نقطة الوالدان مهمة. جزاهم الله خيرا اجتهدا في تلبية حاجات الأولاد. نعم. إذن هما اجتهدا كثيرا في فهم الأولاد وفهم لغة الأولاد أيضا ليس بالأمر الهين. ثم أنهما اجتهدا في تعليم الأولاد لغة الإشارة. حينما قالت الماء هكذا حتى سعيد قال لي قولي لها كيفاش كانت تقول الماء والخبز. هكذا. والخبز. الخبز هكذا. نعم. يسكسو طعام. طعام. يلا. وكذلك اجتهد في تربيتهم تربية صالحة. نعم. وهذا يعني كم من والدين اللي يعني يتكلمون ويسمعون وعندهم كل النعم اللي أعطاها ربي سبحانه لبين الإنسان. نعم. ولكن ما استثمروا هذه في تربية الأولاد باش نعرفوا بأن الله عز وجل ما يضيعش جهود هؤلاء. نعم. ربي ما يضيعش. وأكثر من ذلك أن الأم كانت تصحح حتى العقيدة. نعم. لأنه ببراءة الطفولة. بالطفولة قالت لطيفة ذكرت بكل شفافية وبكل صراحة. ولكن الأم تحمد ربي سبحانه. ويا سعد اللي يكون في هذا الحال. نعم. ويحمد ربي سبحانه. وصدق الله إذ يقول قال في القرآن الكريم وقليل من عبادي الشكور. نعم. ثم قال في آية أخرى وسيجزي الله الشاكرين. بارك الله فيك. صدق نعم الله العظيم. نعم. هذه إشارات. أما بالنسبة للمشكلات هي تتكلم وتفكرت الناس اللي عندهم لسان يطعنوا بعضهم البعض باللسان. نعم. الزوج مع الزوجة يختلفوا يجرحها بالكلام وتجرحوا بالكلام. نعم. وكم رأينا من القضايا في برنامج الصلح نعم رأينا ما يشيب الولدان. نعم. بسبب اللسان. نعم. اللسان أشد من السنان يعني يقطع وضربات اللسان لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. العلي العظيم. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لو طبق الناس هذا الحديث لسكت الكثير. نعم. إذن هي نعمة راحت لهم ولكن ربي سبحانه عوض لهم أجر وحسنات كثيرة. وهذه رسالة وجوه لكل هذه الفئة نقول لهم يا سعدكم حمد ربي سبحانه عز وجل على ما أنتم فيه. ربطوا علاقتكم بربي سبحانه كما ربطتها الوقت وهيبة اللي شفناها. وإن شاء الله ربي يهدي جميع أفراد عائلتها
وكما ربطوها والدين نتاع الأخت لطيفة. وكذلك إذن هناك نماذج مشرقة، نماذج مضيئة في وطننا الجزائري وفي وطن الإسلامي الكبير. نعم. لابد أن نثمن هذه الصور المشرقة المضيئة لتكون قدوة للناس. نعم. نعم دكتور، ربما قبل أن ننهي اللقاء مع السيدة لطيفة، كانت سألتني قبل قليل سؤال موجه للدكتور، الفتوى تاع الصلاة. تفضلي. والأسئلة دي كثيرة في برنامج هلا سألوا، قالك بالنسبة للصلاة لفئة الصم. تفضلي دكتور أمامك. كما شفنا من قبل في الريبورتاج تاع الأخت وهبة، الأب والأم تاعي نفس الشيء، كي يصلوا من بكري الحمد لله، يصوموا ويقوموا بكل حاجة الحمد لله، لكن هما بكري يقراو في المدرسة تاع تيليميني، يقراو بالفرنسية، لحقوا لسن معين 15 سنة خلاص تما ما كاش هذاك لو سويفي، دونك ما تعلموش اللغة العربية. يحبوا يتعلموا القرآن، يحبوا يقراو، يحبوا يستعملوه، كي يسمعوه ولا كي يشوفونا حنا نقراو، حنا نفسروا لهم كل حاجة نعرفوها، نديروا ترجمة. لكن الصلاة تاعهم هم يصلوها اليوم بلا ما يقراو الآيات تاع القرآن ولا الصور. دونك حنا قلنا لهم باللي النية ما على بالناش اسكو صلاة هذيك. نعم. أفيدك يا ابنتي ببعض النقاط المهمة في هذا الموضوع. النقطة الأولى أن خالق السماوات والأرض يعلم السر وأخفى، فالله عز وجل يعلم ويسمع لغة القلوب، ولغة القلوب أصفى من لغة اللسان. شفي عليها مليح، لغة القلوب أصفى من لغة اللسان. اللسان قدر يحرف، قدر يجيب أي حاجة يعني، ولكن لغة القلب أصفى وأنقى، والله عز وجل يسمعها. من جهة. من جهة الثانية في قاعدة ذهبية في الشريعة، إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب. سلب الله ما وهب، ما يقدروش يتكلموا، أسقط ما أوجب. الأمر الثالث أنه يكفي فهم المعاني. كي فهموا المعاني، فهموا باللي سورة الفاتحة واش فيها من المعاني. يوقفوا بين يدي الله عز وجل بعد التكبير رفع الدين والنية، وهي إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فرض وهي ركن. كي يديروا هذه الأركان يكفي هذا يحقق الغرض. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صلاتهم وأن يتقبل الطاعات نتاعهم جميعا، هم وغيرهم جميعا. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. وبلغي سلامة تحية لوالديك. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نشكرك سيدة وهي سيدة لطيفة على حضورك. ربما وش حسيتي روحك الآن كي حضرتي معنا في برنامج الصحة والحقير؟ انا واش حسيتي واش شعرتي؟ انا افيك بليزير نهضر على مي بارون، وين نروح وماذا بيا الناس كامل تعرف باللي جي مي بارون ما يسمعوش. سي اون فيرتي باسكو واش داروا الناس الحمد لله يعطيهم الصحة. بارك الله فيك. شكرا. نشكرك. سنلتقي بك بعد قليل بعد نهاية البرنامج، أليس كذلك؟ شكرا. إذا نعود إلى المشاهد الكريم لمشاهدة هذا الروبورتاج وكيفية التواصل والاتصال ببرنامج والصلح خير لعرض قضاياكم، خلافاتكم ونزاعاتكم في برنامج والصلح خير. أنت الراجل. سيدة نعيمة، باش نعرفوا المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، أنت طليقة السيد عمر اللي فات معنا الأسبوع الماضي في برنامج الصلح خير، واللي حكينا فيه على التعاسة الزوجية. عايشة كين ناس صابرة على ولادي، حملت ومن بعد ذاك الحق باش يبيع لي الدار، كي الحق باش يبيع لي الدار كي صفاو الامور هادو، قبل ما يصفاو انا رحت للتريبينال. أنت الراجل. 6 أشهر سجن غير نافذة، وإحنا تعويض أولي 300 مليون سنتيم. بعد هذه المحاكمة تمت محاكمة ثانية في المجلس برويسو، الطبيبة عطاوها عام سجن نافذ. إحنا التعويض قال لك عدم الاختصاص، عدم الاختصاص نروحوا للمحكمة الإدارية. رحنا وليس كل الضحايا، لأن كاين ضحايا خافوا، قال لك احنا ما نقدروش نروحوا من بعد تصل لنا متابعات. أنت الراجل. في حالة ما الصلح تم، مادام عندك موافقة مبدئية
هل مستعد تتنازل عن كل القضايا اللي في المحكمة إذا تم الصلح؟ إذا تم الصلح أنا تم الصلح سي نورمال نتنازل عليهم. نحن السباقين الصلح، قلت لك بالدليل هذيك تاع الأئمة اللي جمعناهم كاع. أنت الراضي. احنا مالكين قطعة أرض منذ سنة 1967 في حي البدر، وبجوار هذه القطعة هذه احنا رانا يعني نستغلوا قطعة أرض فيها حوالي 600 متر، ودايرين فيها يعني محل تجاري لصناعة الحديد. ومن بعد تفاجئنا جانا محضر قضائي من بن جراح جاي بلغنا بأمر بالطرد. إلى كل من أراد أن يعرض خلافا أو قضية أو نزاعا، برنامج والصلح خير يزوركم في بيوتكم لتصوير قضاياكم ولإيجاد حل لمشكلاتكم. اتصلوا على الرقم 021 37 41 21. أنت الراضي. إذا عدنا إليكم والعود أحمد، نعود إلى فضيلة الدكتور سعيد بويزري في حلقة الصم يتكلمون. دكتور، نعود ربما للرد على السؤال الأول والانشغال الأول بالنسبة لاتصال هارون من ولاية تيزي وزو. تفضل دكتور. لك الفضل هارون، بارك الله فيك وحييك تحية خالصة. فأنت من الطلبة المجيدين المجتهدين النموذجيين، جزاك الله خيرا. تعليقه ركز على فئة الصم، قال لهم قدرات ومؤهلات. صحيح، احنا ذكرنا في مقدمة اللقاء أن هؤلاء إذا كان ربي سبحانه وتعالى منهم نعمة من نعم أعطاهم في المقابل، عوض لهم. وذكرنا نماذج من الخيرين، من الصديقين، من الصالحين في تاريخنا الإسلامي، الناس الذين أبدعوا وأنتجوا وأنجزوا إنجازات كبيرة جدا وهم عندهم يعني إعاقات وعندهم احتياجات معينة وهكذا. هذه نقطة مهمة حقيقة. النقطة الثانية وهي أهم، أن الإعاقة قد تكون هي الدافع للإبداع. نعم، الدافع للإبداع. نعم. لأن الحاجة أم الاختراع، لأن الحاجة تفتق الحيلة. وقد لاحظنا قبل حين مع الأخت لطيفة كيف يعني والديها مادام راهم في حاجة باش يبلغوا باش يلبيوا حاجيات أولادهم، فهناك إبداع، فهناك اجتهاد. نعم. فالحاجة تفتق الحيلة. ثم إشارة مهمة إلى ضرورة توفير المساعدة اللازمة. فبمنطق الشريعة الإسلامية كما أعطينا إشارات في مقدمة اللقاء، لابد من توفير الأسباب الكفيلة بدمج هؤلاء وتحقيق دمجهم داخل المجتمع واحتوائهم وتوفير سبل النجاح والتأهيل لهم، وكذلك تطوير الإمكانات والقدرات التي يملكونها، فهذا من حقهم. هذا في منطقة الشريعة الإسلامية. وفي منطق العلوم الأخرى كعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم، وكذلك في الجانب القانوني ذكرنا جملة من الاتفاقات الدولية، وانتهينا بالاتفاقية التي يعني اعتمدت في الجمعية العامة المتحدة في 13 ديسمبر 2006 والتي دخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 2008. هذه الاتفاقات وتلك القوانين الموضوعية الوطنية حينما نطلع عليها نجد هناك حقوقا مقررة لهؤلاء. هناك صنفان من الحقوق. الصنف الأول يتمثل فيما يسمى بحقوق الإنسان، فهم بشر كسائر الناس. وهناك حقوق إضافية أخرى تمنح لذوي الاحتياجات الخاصة هؤلاء من أجل مشاركاتهم في التنمية الاقتصادية والثقافية وإدماجهم أيضا. نعم. هذه الإشارات. أما بالنسبة للموضوع يا سي هارون إن شاء الله سيؤخذ بعين الاعتبار، لأنه إشكالية الأستاذ مع التلميذ أو الطالب يعني إشكالية كبرى لابد أن نجد لها حلا في إطار برنامج سبل نجاح الأستاذ. نعم. إذا بالنسبة للاتصال الثاني من السيدة التي اتصلت من البويرة والتي عرضت نزاع وخلاف حول العقار. نعم. بالنسبة
في الموضوع العقار إن شاء الله سادتي الأفاضل، يعني كما لاحظتم وتتابعون سنعطي أهمية لجميع القضايا بلا استثناء، ولكن مرتبة حسب الأولوية. نعم. فنحن نجتهد في وضع ترتيب أولوي لجميع القضايا. نعم. فهناك القضية اللي عندها عنصر الاستعجال نهتم بها أولا، هناك قضية تحتمل التأجيل للنظر في قضايا أخرى، وهكذا سنرعى جميع القضايا إن شاء الله بقدر الإمكان والطاقة. أما بالنسبة لتعليقها، تعليق مهم جدا. كي قالت يعني الفئة هذون اللي ما عندهمش قدرة على الكلام. نعم. يعني قال لك حنا نقدروا نتكلموا بألسنتنا، ولكن احيانا ما نلقاوش اللي يسمع لنا باش نخرجوا كاع اللي في قلوبنا من مكنونات. نعم. هذا من اول تما وغورني تساعد ان شاء الله في كربيتي فرك صغلي وليم ماذا يعني اول دنيا تسيدت خاطر لن وقاد يعني كذا عقون ويهضر مسكين. كون ديري غاولا مسكين وكل المساكين خاطر نيثني صفران طفن ديال ربي في كاس الله جرذا مقارن بلا شحه، ولكن نكني امشي قلاق ان نرفد وكذاكي اسنفدو اسنفهم وغتفهمن داخل تواشولت داخل بذروم داخل تدار داخل تمدينت ميلا تواشولت نكريثن تجاثن ذكريثن امشي راه نتراجو سوياض يعني نخدمنا يعني الهان نساوها ربي وين يخص دينا نخصك سيدي ربي ولا شو كمال دينا قرنك مدن سوى ربي جمذن الا ربي جمذن سبحانه عز وجل الى قن معاون يعني ربي جرفا غد يعني ربي ما يفكا موظين دي ثلاثه خنت واشو تجرث واشو تني ترى ترفذن نغف ضيعا ربي سبحانه كيعطي اي ابتلاء من هذه الابتلاءات اختي نجاة في الحقيقه راه يبتلي تلك الاسره. نعم. يعني إذا كان أسرة كلهم أصحاء راهم لا بأس بهم واللي عنده مريض يعني لابد أن ينجح في هذا الابتلاء. لازم يرجع لشرع ربي كيفاش قال له رسم له طريقة التعامل مع هؤلاء بلا ما يجرحهم بلا ما يهمشهم دون أن يشعرهم بالغربة داخل الأسرة. نعم. والغربة داخل الأسرة أعتقد يعني أمر مرير جدا. نعم. غنية من تيزي وزو بعد وفاة الأم. نعم. سبحان الله. نعود مرة أخرى إلى المشكلات الأسرية. نعم. يعني خاطرنا ربي لسان باش نتفهموا. نعم. يعني الكلام فيه مثل بالقبال يقول لك أوالي يفرون ذوال. نعم. مشكلة مهما كانت الكلام ينهي النزاع. ولكن نعم. متى نهار اللي يكون الكلام نابع من القلب فيه صدق والطرف الثاني يستمع يحسن الاستماع. نعم. لأنه ربما الكثير يحسنون الكلام ولكن القليل ممن يحسن الإنصات. نعم. احنا بالمثل الدارجي يقول لك ربي أعطانا لسان واحد ولكن أعطانا زوج وذنين. نعم. باش نحسن الاستماع نحسن الإنصات، هذه نعمة من النعم. ربما بعض الناس ما عندوش هذه النعمة. إذا تكلم مع شخص لا يتفاهم معه إطلاقا. معذرة دكتور ذهبية من بومرداس. نأخذ آخر اتصال من بومرداس. السيدة ذهبية نحن نستمع إليك. السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك ذهبية، تفضلي حتى ما يضيعش الوقت منا. تفضلي، عندك انشغال أو فيما يتعلق بالحلقة هذه ولا موضوع آخر؟ تفضلي. موضوع آخر أختي. معليش تفضلي نحن نستمع. إلا تقدري تمدي لي النيميرو تاع سعيد بويزري فقط بدون أن تعرضي المشكل؟ فقط رقم التليفون. في العارضة التقنية راح يعطوا لك رقم التليفون، أو الأحسن أنك تتركي التليفون تاعك ربما يتصل بك بعد نهاية الحلقة. سيدة ذهبية قولوا لها تخلي رقم التليفون تاعها في غرفة التحكيم، لأنه ربما سيتصل بها فضيلة الدكتور سعيد بويزري، ربما لا تريد عرض الخلاف عبر المباشر. تفضل دكتور. لك الفضل. غنية زوزو. غنية زوزو إذا ماتت أمها رحمه الله وعجوزتها ما حضرتش في خلاف وما حضرتش. غريب جدا. هنا لابد من تعليق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. هذو ليش يدوا الحقد دكتور؟ الحقد نعم. حتى بعد الموت. حتى بعد الموت. سبحان الله. لا يعني سبحان الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. إذا كان الإنسان لازم يدرك تماما بأنه سيلقى الله في يوم من الأيام. وكلنا سنلقى الله عز وجل ولكل أجل كتاب.
ولكن الشيطان هنا يحاول يفسد العلاقات ويقطع العلاقات ويقطع الأرحام من خلال هذه الانتقامات التي لا يقبلها لا شرع ولا طبع سليم. نعم. ربي سبحانه قال في القرآن والدور تاعو كبير في الأسرة. نعم. دكتور الأسرة عايشين مع بعض. Il s'investit plus avec la famille qu'avec la société. نعم. الإنسان الأسرة هي النواة. يحتك مع أفراد الأسرة باستمرار. نعم. صباح والعشية راهم عايشين مع بعض. نعم. فإذا كان يعني الإنسان اللي فقد طرق التواصل مع أسرته نعم سيفشل، وسيفشل أيضا حتى خارج المجتمع. نعم. نعم. لذلك للأسف بعض الناس اللي عايشين في واحد الأجواء تاع الأحقاد والانتقامات وكذا يخرجون تلك الانتقامات وتلك الضغائن إلى الخارج. إلى الخارج. فتجدون يصنعون المشاكل برا يعني. هناك من يسمى بصناع الأتعاب. صناع الأتعاب يعني دوره في الحياة أن يتفنن في صناعة الأتعاب. يشوف أي إنسان مرتاح يصنع له مشكلات وأزمات ويتفنن في ذلك. وهناك أيضا من يتعذب أو من يتمتع بتعذيب الناس، يشوفهم يتعذبون فيتمتع. أقول هذا الكلام وقلبي حزين وقلوبكم حزينة جدا. نعم. نعم. لماذا؟ لأنه كلما المحبة كلما غادرت قلوب الناس كلما احتل محلها البغض والحقد والحسد. نعم. والضغينة للأسف الشديد. لذلك كلما امتلأت القلوب بالمحبة، بمحبة الله، بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمحبة السلف الصالح، بمحبة الصالحين والصالحات، بمحبة الناس جميعا. ما خلقنا في هذه الدنيا للحروب ولا لإسالة الدماء ولا للانتقامات. كل هذه ستكون يعني أسباب للندم يوم القيامة. نعم. يقول الإنسان ليتني ملأت قلبي حبا وخيرا للناس، ليتني. ولكن للأسف يومها كما قال القرآن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب هي صمام الأمان للنجاة يوم القيامة. نعم. نسأل الله الستر وحسن الخاتمة. ثم كان مشكلة طبعا، زادت المشاكل بينه وبين عجوزتها وأقسمت وإلى آخره. ثم قالت لك ما حبيش نجهل، والحمد لله أنك ما حبيتيش الجارية الأخرانية. بارك الله فيك. بعد وفاة والدها مرة أخرى أيضا عجوزتها ما حضرتش. أنا نقول لك الآن أعطيك توجيهات. التوجيه الأول ربي اللي قال. هذا النموذج كيفاش نسموه دكتور؟ والله هؤلاء مساكين بصراحة يعني. نعم. يعني المساكين الحقيقيون ماشي اللي فقد السمع ولا البصر ولا نعم دكتور، هذه رسالة أخرى. أي نعم. المساكين الحقيقيون هم هؤلاء الذين يعني يرفلون، يعني الذين يصنعون المتاعب ويملؤون قلوبهم بالأحقاد والحسد والضغائن وكذا. هؤلاء مساكين حقيقة، لأنه سيأتي يوم يندم ولكن حيث لا ينفع الندم. لذلك أقول لك يا أختي بعض التوجيهات في هذا الباب. نعم تفضل. التوجيه الأول أنك الحمد لله قلتيها أنت، قلتي أنا ما لم أجهل وجهي الغارة. والحمد لله. نسأل الله عز وجل أن لا نكون من هؤلاء. يعني نقول لك يعطيكم الصحة والحمد لله، هذا مظهر الصحة. الأمر الثاني ربي قال في القرآن ادفع بالتي هي أحسن. يعني كل ما تجيك أي قضية من هذه القضايا وغيرها عندك قاعدة ادفع بالتي هي أحسن. عندك جملة خيارات. يعني ممكن هنا الشيطان ولا نفس الأمر بالسوء تقول لك لا هي ما حضرتش الجنازة نتاع يماك أنت ما تحضريش. هي درت فيك حاجه مش مليحه انت ايضا نفس. نعم. المعامله بالسوء لا انت دائما القران هكذا يقول. نعم. قال ادفع بالتي هي احسن. ورساله اخرى قالها النبي عليه الصلاه والسلام قلتها قبل حين لا ضرر ولا ضرار. نعم. يعني من ضر الناس من قبل الاساءه بالاساءه. نعم. والوصيه الاخرى ربي اللي قال في القران والكاظمين الغيظ. اكيد هذا مؤلم انه تشوفي هم ما حضروش في الجنازه نتاع والديك، هي ما حضرتش في الجنازه نتاع والديك. في الحقيقه هي التي تضررت، هي اللي يعني حرمت نفسها من الحسنات نتاع الحضور في الجنازه نتاع والدي نتاع عروستها اللي هي في مقام بنتها. اذا هي المسكينه ماشي انت، دعي لها بالهدايه. النبي ربي سبحانه يقول في القران والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نقول لك سمحي لها. نعم. نقول لك سمحي لها.
أحسن. والله ما تندمي غير تفرحي يوم القيامة. نعم دكتور. تسمحي لها. نعم. قولها احنا ذكرنا اليوم فضيلة الله يذكرها الله يرحمها. لا يرحمها. نعم دكتور. على بالكم يعني كل الناس اللي هل يعرفوها كانت تدري؟ نعم. هي تحمل هذه القيم اللي كنت نتحدث عنها. نعم. تحمل قيم النبل والصدق والمحبة والإخاء والسماحة لكل الناس. نعم. يعني تذكرت الآن ما قاله أبو طيب المتنبي في رثائه لأخت سيف الدولة الحمداني، قصيدة طويلة المطلع تاعه يقول: وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. نقول نعم. هذا هلال، نعم. لغة التذكير، ولكن الشمس نقول هذه مؤنثة، هذه شمس. ولكن طبعا ضوء الشمس أقوى من ضوء الهلال والقمر. نعم. قال: وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. نعم. قوي الشعر المتنبي. علاش ما شاعر الحكمة. نعم. علاش ما تكونش يعني الإنسان ما تكونيش يا أختي كوني هكذا. ربي نعم. قال: والعافين عن الناس. نعم. إيجابية. يعني الناس نعم. عموما. نعم. وما أدرك تكون هذه عجوزتك يعني في مقام يماك. ثم ربي قال: والله يحب المحسنين. نصيحة أخرى معنى أحسني إليها. نعم. نقول كلمة قالها أحد العارفين بالله. نعم. لازم نأخذ الحكمة والعبر من هؤلاء الفائزين، من هؤلاء الناجحين الصديقين الصادقين. ما نمروش عليها مرور الكرام. نعم. نقراوها في الكتب ونستمع إليها ولكن لا نطبق. هذا هو الإشكال. نقول كامل قال الرسول قال كذا، ولكن هل نفعل نفس الشيء؟ نعم. نعم. هذا يقول كلمة بديعة جدا. نعم. قال: كونوا كالشجر ترمى بالحجر وتقذفهم بأشهى الثمر. نعم. إلي كنا من التجرة أتكاث نمدن سيزرة نتساث أسنتسك ثمرة الغلة. أعدها دكتور لأنه كاين بزاف ناس متشددين. نعم. وما حبوش يرجعوا للطريق المستقيم. نعم. نقول: نعم. كونوا كالشجر. نعم من فضلك. ترمى بالحجر. نعم. وتعطيهم أشهى الثمر. نعم دكتور. كاش نهار شفنا شجرة غضها الحال. نعم. كاين اللي ما يسقيهاش، وكاين اللي حتى نعم. الزيتون اللي لقطوا بالعصا يعني. نعم دكتور. ماشي ذا الشراو، حنا نقولوا الشراو الزمور. يعني يشرو بيده يعني. نعم. نعم. يحب يده مع اللطف التعليد مع نعم. كاين اللي يضربها بالعصا. نعم. وهذه في عرف الناس الفلاحين والفلاحات ما يقبلوهاش. كونوا كالشجر ترمى بالحجر وتعطيهم اشهى الثمر. ما قلتمش هذاك الشجر خلاص منا وغادي ما نعطيكم قطره نتاع الزيتون ما تديوهاش. نعم. ولا حبه نتاع تمر ما تديوهاش. نعم. لا. إذن الناس هؤلاء تمثلوا هذه القيم اللي موجودة في الإسلام، موجودة في القرآن والسنة. نبينا صلى الله عليه وسلم يضربوه، قالوا فيه ساحر، قالوا فيه كاهن، قالوا فيه شاعر، قالوا فيه كل شيء. نعم. وضربوه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم صبر على الأذى. صبر على الأذى. يعني دكتور وذكرنا في إحدى الحلقات الصبر على الأذى. نعم. والصبر هذا بارك الله فيك، الله يفكرك نعم. بالشهادة نجاة. نعم. وكل ما صبرت يا أختي غنية كل ما عندك الأجر. أو ربي يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله هذا ليس كلام فقط نقوله هكذا، ولكن لابد أن نعيشه ممارسة في الميدان. طيب ممكن الإنسان يقول هذا صعب، هذه مثالية، جربوها وتشوفوا. نعم. ستجدون متعة كبيرة في هذا المجال. نعم دكتور. دواء. أخي يقول لك بكري يقول لك سلم وجرب. نعم. اللي ما جربش يقول لا هذا كلام خيالي ولا ينفع. ولا أولا كلام ربي وكلام النبي، ونتحدث بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام العارفين. نعم. الذين تمثلوا هذه القيم في حياتهم وعاشوا لها. وعاشوا لها وماتوا من أجلها. لذلك أحيانا نذكر الموتى كما ذكرنا يعني أختنا الفاضلة ابنتنا الله يرحمها فضيلة، أسأل الله أن يجعلها في عليين، فنذكرها وقد أفضت إلى ربها ورؤوسنا مرفوعة ونقولها بالصوت العالي المرتفع، وكذلك نقول كلاما في حق الصالحين والصالحات. الإمام الشافعي الله يرضى عليه من الكلام اللي قالوا أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأبغض من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فرد عليه ذلك الفقيه، يروى أنه الإمام أحمد قال: تحب الصالحين وأنت منهم لعلهم أن ينالوا بك شفاعة، وتبغض من تجارته المعاصي عافاك الله من شر البضاعة. خلينا نرتقي إلى هذا المقام السامق لنتمتع بالحياة. فالحياة جميلة جدا، ولكن نحن نجملها
بارتباطنا بالوحي الطاهر، بتمثل تلك القيم في حياتنا. جاب ربي هكذا يا أختي إن شاء الله غنية، تولي غنية إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. نعم. نعم دكتور، دقيقتان ربما رسالة أو رسالتين بالنسبة لي شريحة الصم. نعم. أولا العنوان الصم يتكلمون. الرسالة نؤكد عليها أن هؤلاء الصم وإن انتزع الله عز وجل منهم نعمة من نعم فقد حاباهم الله عز وجل بنعم أخرى. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية لابد أن نوفر لهم ما نستطيع من إمكانات، خاصة في هذا الزمان حيث التطور التكنولوجي الهائل. التطور التكنولوجي الهائل معنى ممكن، وطبعا هذا موجود الآن يعني وقت لا يسمح باش نتكلموا فيه، يعني وسائل تقنية تكنولوجية معاصرة جدا تيسر التواصل. لأن العقبة الأولى التي يعاني منها هؤلاء هي التواصل. مشكلة التواصل. فلا بد أن نستثمر ونوفر بقدر الإمكان لهؤلاء. نسأل الله عز وجل أن نتكلم نحن أيضا بلغة الإنجازات. نعم. إن شاء الله دكتور. شكرا دكتور على الرأي السديد والرشيد، بارك الله فيك. في حلقة الصم يتكلمون نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب وأفيد الأوقات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واصفح أنت الرابح وغدا تهجر، سامح أنت الرابح، سامح واصفح واغفر واعفو، قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح